السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في وصفات جديدة. وصفتنا لليوم يعني فيديو اليوم يتضمن زوج وصفات كما راكم تشوفوا هنا معايا. عندي وصفة جراتان بالخضر والدجاج بكريمة البيشاميل، وعندي أيضا وصفة خبز الدار يعني على طريقتي، يعني كل وحدة وطريقتها في عجن هذا الخبز. كيما راكم تشوفوا هنايا خبز قطني هشيش يهبل خفيف بزاف، مذاق رائع. وخاصة هذا الطبق يعني طبق خفيف خاصة لمحبي الخضر. عندي هذا الجراتان، عملته بمقادير بسيطة يعني. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو للأخير ونشوفوا مع بعض كيفية تحضير هذه الوصفتين. يعني نتمنى منكم تعملوا لي جيم كومنتير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة أولا، باش يوصلكم كل شيء جديد. نروحوا نشوفوا مع بعض كيفية تحضير هذه الوصفة. أول شيء هنا راح نبدأ بالجراتا. هنا عندي الخضر تاعي، عندي شوية زرودية بطاطا وجريوات، يعني قصيتهم مربعات وقليتهم طبعا. هنا عندي الفرماج هذا رابي، أنا استعمل هذه النوعية. أيضا راح ناخذ شوية من هذه النوعية تاع الفرماج. هنا عندي شوية معدنوس، شوية زيتون أخضر يعني ناقص ملوحة تاعو، غسلته بالماء سخون يعني مليح. وعندي طبعا دجاج، هنا دجاج عندي أنا كان عندي طرف يعني من قبل وبقالي، وليت قلت خليه نستغلوه ما نرميهش. كما راكم تشوفوا تقدروا هنا يكون عندكم نصف صدر دجاج ولا ربع صدر دجاج، اقليوه ومن بعد فتتوه. هنا بعد ما قليت الخضرة نتاعي كامل وضفت عليها هذاك الدجاج، راح نضيف لهم هنايا شوية زيتون اخضر يعني كما راكم تشوفوا. من بعد نروحو نحضروا مع بعض صوص البيشاميل اللي ناس كامل يعني تعرفها. وبالنسبة اللي ما تعرفش تخدم، للمبتدئات ما يعرفوش يخدموا صوص البيشاميل، هنا راح نوريلكم كيفاه نخدمها. اول شي هنا عندي ملعقة ونصف كبيرة من الزبدة، ملعقة ونصف كبيرة من الفارينة، شوية ملح، فلفل اسود، شوية كمون، شوية كركم. انا نحب اللون تاع البيشاميل تاعي يجيني شوية اصفر. نحطهم على نار قليلة ونحركهم بالطريقة هذه لحد ما تذوب هذيك الزبدة، ونحس انه الفارينة نتاعي بدات تقلى شوية، يعني ما تكونش خضرة هكا باش ما تجينيش فيها واحد الذوق تاع الفرينه كيما طيب، باش تعطيك ذوق صامت هكا في الصوص تاع البيشاميل تاعك. من بعد راح نبقى نضيف في الحليب تدريجيا ونخلط في نفس الوقت بالفوي حتى ما يكونوش عندنا تكتلات في لاصوص تاعنا. بالطريقه هذه مع استمرار التحريك يعني نضيف تقريبا كأسين كبار من الحليب. هنا تتحكموا في الكثافة نتاع لاصوص نتاعكم، تحبوها خفيفة ولا تحبوها عاقدة مليح. راح نبقى نحرك فيها بالطريقة هذه هنا على نار متوسطة، ومرة على مرة نحركها بالفوي. راح نضيف لها أيضا آه زوج حبات نتاع الفرماج يعني يكون طري طبعا. ونبقى نخلط لحد ما تعقد عندي هذيك لاصوص وتولي عندي صوص ثقيلة كريمية ثقيلة. من بعد راح نطفي عليها النار. هنا بعد ما ضفت هذاك الفرماج الطري كيما راكم تشوفوه هنا راهي بدات تعقد عندي.
يعني حتى تولي دير لكم هذوك الفقاعات من بعد، وتكون المزيج تاعكم ثقيل، يعني كثافة تاعو تكون هكا. طفيو عليها النار، ومن بعد فرغوها فوق هذاك الخليط نتاعنا نتاع الخضر والدجاج. طبعا الزيتون، هنا الخضر استعملوا اي خضرة عندكم، تقدروا ديروها مام بالبطاطا يعني فقط، يعني تجي مذاق رائع يعني. هنا بعد ما فرغت كامل هذيك لاصوص تاع البيشاميل فوق الخضرة تاعي والدجاج، راح نحاول ندخل هذيك لاصوص بيناتهم بالطريقة هذه يعني. ومن فوق راح نربي عليها الفرماج، ونضيف لها شوية معدنوس، ونحطها في الفور يكون ساخن من قبل، يعني تتجمر فقط، يعني تأخذ لون أحمر من الفوق يعني، وتكون واجدة، ونطفيو عليها. من جهة أخرى نروح نوجد الخبز نتاعي. هنا الخبز هذا أنا هكا كيفاه نخدم الدار تاعي. أول شي هنا عندي السوائل، عندي نصف كأس زيت، نصف كأس حليب، نصف كأس ماء، ونصف كأس ماء الزهر. عندي بيضة، راح نقسم البياض للعجينة والصفار ندهن به. عندي كيس خميرة كيميائية، عندي ملعقة كبيرة زبدة، عندي 2 ملاعق كبار سكر، شوية سانوج، ملعقة ونصف كبيرة خميرة الأكل يعني. عندي كأس ونصف من سميد يكون رقيق، وزوج كيسان كبار يعني بنفس الكيل فارينة. في أول شي هنا راح ندفي السوائل نتاعي، راح نحط آه الماء زهر والماء والحليب يعني عادي، وندفيهم شويه. من بعد راح نحطهم في ريسيبيون كما راكم تشوفوا. راح نضيف عليهم السكر والخميره تاع الخبز كما راكم تشوفوا، ونضيف عليهم ايضا الزيت وبياض البيض، ونبقى نخلط مع كل يعني كل وين نضيف حاجه نخلط مليح بالفوي. هنا اللي عندها البيترا تقدر تستعمل البيترا، انا هنا فضلت اني نخدم شويه بالفوي ومن بعد نخدم بالباتور يعني عادي. هنا ضفت الزيت وضفت بياض البيض. ملاحظة الكمية هذه راح تعطيكم 2 خبزات كبار يعني، قيس 2 خبزات كبار فقط، يعني اللي يحب أكثر يضاعف الكمية. طبعا كل واحد والقيس نتاعو. هنايا ضفت كأس ونصف من الدقيق، يكون يعني سميد، عفوا سميد رقيق، ونخلط. وهنا ضفت الملح، واللي هي نصف ملعقة كبيرة من الملح، تقريبا ملعقة صغيرة وشوية، ونخلط جيدا. من بعد راح نضيف كيس خميرة كيميائية بالطريقة هذه، ونخلط عادي. ونبقى نضيف في الفرينة. الفرينة هنايا ضفتها تدريجيا، وتحصلت على كأسين مملوء يعني بنفس العبر يعني اللي عبرت به، كأسين من الفرينة. هنا راح نستعمل الباتور كما راكم تشوفوا. هنا تقدروا تستعملوا يدكم ولا البيترا، يعني كل لكم حرية الاختيار يعني. بالطريقة هذه أنا ضفت 2 كيسان من الفرينة تدريجيا. الخليط نتاعكم من الأفضل تخليوه شوية يلصق باش تحصلوا على خبز الدار يكون خفيف وقطني، ما يجيكمش معجن. ونبقاو نخلطو مليح خلاص يعني. السر نتاعو هو في العجن، تعجنوه لحد ما تتحصلوا على كتلة طرية، وتكون تغير اللون نتاعها تولي بيضة، يعني العجينة نتاعكم تكون بيضة وملساء. هنا نبقى نخلط مليح في هذيك العجينة تاعي. هنا راني نضيف الفرينة تدريجيا، يعني 2 كؤوس عفوا، نضيف فيهم تدريجيا. من بعد ما نخلط مليح ونشوف انه الفرينة هذيك دخلت في العجينة مليح، راح نضيف عليها ملعقة كبيرة من الزبدة، ونكمل نخلط حتى نتحصل على عجينة ملساء.
وطريه واللون تاعها يكون ابيض. بالطريقه هذه هكا، يعني هذه هي العجينه تاعي. ونغطيها ونخليها ترتاح مدة نصف ساعة، هنا حسب درجة حرارة الغرفة، يعني حتى تشوفوا ضعف الكمية نتاعها وخمرت كيما نقولوا. هذه هي النتيجة بعد ما عجنت هذيك العجينة جيدا كما راكم تشوفوا. تحصلت على كتلة واحدة وتكون العجينة تاعكم ملساء. نغطيوها ونخليوها ترتاح على الأقل نصف ساعة. هنا بعد ما خمرت كيما راكم تشوفوا تضاعف الحجم نتاعها. راح نجيب لي بلا تاعي اللي راح نطيب فيهم، راح ندهنهم بشويه زيت، ويدي ثاني تكون فيها شويه زيت. راح نقسم الكميه تاعي على زوج، على خبزتين، يعني نهز الخبزه الاولى بدون ما نعاود نعجنها، يعني هي معجونه مليح. نحطها في البلاط تاعي. هنا من الافضل انكم تحطوا الزيت في البلاط تاعكم، راح يعطيكم قرمشه في خبز الدار تاعكم من الاسفل، يعني خير من الزبده والفرينه. هنا بعد ما قسمتها على زوج وحطيتهم في البلا، خليتهم مرتاحوا مده 5 دقائق اكثر، على الاكثر يعني. من بعد راح نعجنهم بالطريقه هذه، يعني ما نهبطش خلاص تسمى ما نخبزهاش بزاف، السمك نتاعها ما يكونش هابط بزاف، يعني يكون شويه عالي. من بعد راح بعد ما نخبزها مليح في البلاط تاعي، راح ندهنها بصفر البيض. زدت له شويه حليب طبعا، شويه سكر على جال ريحه البيض. راح ندهنه مليح وراح نثقبه بالفرشيطة يعني، ونخليه يرتاح مدة ربع ساعة أيضا. ونشعل على الفور تاعي ونطيبه من الأسفل، ثم يأخذ تحميرة من فوق يعني، وراح يجيكم خبز الدار قطني هش يعني. ونروحوا نشوفوا كي طيب كيفاش يخرج هذا الخبز. وهذه هي النتيجة تاع الجراتان تاعنا تاع الخضر والدجاج بصوص البيشاميل، يعني مفرمج الله الله، يعني كما راكم تشوفوا. جاء يشهي وسخون وبنين بزاف، خاصة كي ضفت له الدجاج هذاك بعد ما قليته. يعني هنا الدجاج كان عندي مقلي، صدر دجاج مقلي وبقالي ما حبيتش نرميه، قلت خليه نستغله. آه، كما راكم تشوفوا هنايا جا بنين بزاف، شهيتكم في الجنة. صدقوني جربوه راح يعطيكم نتيجة هايلة. يعني نغيروا شوي من الوصفات، يعني خاصة اللي مازال يعني ما تعرفش تطيب مليح ولا ننصحك انك تبداي بهذه الوصفات الخفيفة تاع لي غراتان. صدقيني راح تجيك سيرتو هذه الوصفة تجيك بنينة بزاف. هنا ضفت لها عصرة تاع ليمون، جات هايلة. ومن جهة أخرى الخبز تاعي راهو يطيب. بعد ما طاب الخبز نتاعي، هنا راح نقسمه بالطريقة هذه، وراح نخليه يرتاح شوية. من بعد راح نحيه من البلاط تاعو،
يعني هنا باش ما يتنداش يولي لك معجن في البلا تاعو هو سخون. هنا نغطيه مدة دقيقتين فقط، من بعد راح ننزعه من البلا. كما راكم تلاحظوا قطني وهش وبنين بزاف، صدقوني النكهة هذيك تاع المزهر عطاتو واحد المذاق رائع. بالطريقة هذه كما راكم تشوفوا جا هايل، شهيتكم في الجنة. ان شاء الله تجربوه وتبعثوا لي تطبيقاتكم. ما تنساوش حبايباتي تكثروا لي جيم ولي كومنتير هكا باش تفاعلوا شويه في القناه، وخاصه كي نحط فيديو هكا ووصفات جديده. يعني وصفات بسيطة، ما نحبش نعقد عليكم الوصفات. وهذه هي كانت، هذا هما الوصفات اللي اخترتهم لنهار اليوم في فيديو نتاعي. نتمنى ان شاء الله منكم الدعم، وما تنساوش حبيباتي جيم وبارتاج وكومنتير، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل شي جديد. شاهدكم في الجنة، نتلقاو في فيديو جديد، مع السلامة.